على الشمال محمد الباقر عبد الرحمن 66. وسط الملعب اوديني جورجي 95، إليسو 20، ومحمد خالد 99. على اليمين حيدر عبد الرحيم 11، والحارس حاتم 8، وسيف رشيد بالرقم 77. طبعا هناك 5 غيابات لكل فريق. فريق الميناء يغيب عنا مجتبى علي، حسين عامر، وسالم أحمد، وكرار جعفر، ومسلم موسى بمشاركتهم مع منتخب شباب العراق اللي تعادل اليوم مع الأردن وضمن الوصافة للمجموعة والتأهل إلى الدور ربع نهائي. مبروك لمنتخبنا الشبابي التأهل. بينما يغيب عن القاسم حسين عبد الواحد، فلاح عبد الكريم، مؤمل جميل، إسماعيل مالك، ومؤمل راشد بسبب الإصابة. 5 لاعبين من كل فريق يغيبون عن لقاء اليوم. والميناء قادم من خسارة أمام الحدود 2-3، والقاسم من فوز ثمين على دهوك بهدفين مقابل هدف واحد. طبعا نادي الميناء خاض 20 مباراة، فاز في 5، تعادل في 15، خسر في 10 إلى 20، عليه 26 نقاط 20، وبالمركز السابع 10. أما فريق نادي القاسم لعب 20 مباراة، فاز 8، تعادل 7، خسر 5 إلى 23، عليه 19 نقاط 31، وبالمركز الثامن مؤقتا. طبعا كلا الفريقين بمركزيهما مؤقتا بعد نتيجة مباراتي نفط البصرة أمس واليوم أربيل مع النجف. إذا ننتظر صافرة هذا الحكم اللي يقود المباراة العاشرة إلى هذا الموسم. 58 بطاقة صفراء بين لاعب وإداري، 3 أو 7 بطاقات حمراء بين لاعب وإداري، و4 ركلات جزاء من هذا الموسم. إذن هذه المباراة التاسعة، المباراة الثانية إلى للقاسم. قاد مباراة القاسم أمام الطلبة، وأولى مبارياته يقودها للميناء هذا الموسم. المباراة يعني انطلقت، والقاسم على يسار الشاشة بزي الأبيض، والميناء باللون الأزرق على يمين الشاشة. كرة ملعوبة، محاولة القاسم بطموحه واندفاعاته ونتائجه المميزة أمام الميناء المتعثر في الأدوار الأخيرة بقيادة ناصر طلاع، وأيضا اليوم يشارك بقيادة الميناء أحمد رحيم اللي سبق وأنقاد النادي. هناك أمور اكتملت مع حسام السيد اللي راح يقود الميناء، ينتظرون قدومه أو إذا كان متواجد اللقطة راح نشوفها. عموما حسام السيد هو المدرب القادم للميناء بعد إقالة باولو جراندو. حارس المرمى علي خالد، علي خالد لاعب الجوية السابق، يلعب كرة طويلة بالرأس ملعوبة، تبعد من حميد علي، مرت إلى الجانب، وكرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي القاسم. طبعا هذا هو السوري أيمن الحكيم اللي يقود القاسم، وقاد القاسم بنتائج إيجابية هذا الموسم جعلته ولأول مرة أن ينهي المرحلة الأولى بمركز مميز. كرة بالرأس من حيدر سالم، تبعد الكرة من الحارث، كرة خطيرة، وحارس المرمى عبد سليم حماد أقرب للكرة. عبد سليم حماد أكثر لاعب اهتزت شباكه، 24 كرة في 19 مباراة. كرة عادت، مرة أخرى الكرة إلى الجانب، حميد رشيد، عباس ياسر، حيدر سالم، طويلة الكرة تعود إلى حميد علي، حارس المرمى عبد السليم حماد. فريق القاسم 20 مباراة، 8 فوز، 7 تعادل، 5 هزائم، سجل 23 عانق بالشباكة 19 كرة.
بنقاط 31 في المركز الثامن مؤقتا. هذا هو هداف الفريق ب9 أهداف الحارث حاتم. طبعا سبقت هذه المباراة مباراة النجف اللي تغلب على اللي خسر من أربيل 2-1. وأمس جرت مباراتان، الكهرباء تغلب على الكرخ 2-0 ونفط البصرة عادل النفط بدون أهداف. هناك مباراة كانت مؤجلة بين دهوك والشرطة. بعد هذه المباراة عند 7:30 ستكون مباراة زاخ والطلبة، وطبعا على القناة السريانية. وستكون عند 7 مباراة دهوك وظفار في مباريات دوري أندية الخليج على القناة العامة. غدا ستكون 4 مباريات. نفط ميسان عند 2:30 يواجه القرمة، ديالى سيواجه عند 2:30 نوروز، والقوة الجوية عند 5 الحدود، والزوراء عند 7:30 يواجه كربلاء. دكوارة حيدر سالم يلعب كرة طويلة بالرأس مقطوعة من مجتبى محسن إلى خارج الملعب إلى رمية جماعة، رمية جانبية. كليتش، أسامة، حميد بالرأس، سهلة إلى حارس المرمى من علاء عبدسة. علاء 4 أهداف في شباك أربيل الكهرباء وهدفين في شباك الحدود. هذه كرة حميد علي، ورأسية سهلة لحارس المرمى علي خالد. لقاء الذهاب ما بين الفريقين انتهى في الجولة 11 على ملعب الكوت بالتعادل بدون أهداف. كرة تلعب طويلة، ترتد، محاولة ضاعت على حيدر عبد الرحيم، تعود الكرة إلى حميد رشيد الطائي، حميد الطائي، عباس، توسيلا، كيسيندا، طويلة الكرة، هجمة الآن بالرأس يبعدها علي خالد، برافو علي. تعود إلى علاء إلى الصناطي، أندريا الصناطي، تعود من جديد، كرة عادت إلى كليتش يلعبها إلى الصناطي، تعود مرة أخرى إلى حميد يتعثر، تنقطع الكرة للحارث حاتم، يلعب كرة بينية إلى سيف، تعود من جديد، طويلة الكرة إلى الجانب، عادت الكرة لمصلحة نادي القاسم، هجمة الآن إلى سيف رشيد، ترتد الكرة والحكم يشير إلى وجود حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة للمينا. هذا هو المساعد الأول أحمد نعيم، وركلة حرة غير مباشرة لصالح نادي المينا. مثل ما ذكرت القاسم من فوز ثمين على دهوك 2-1، والميناء من خسارة أمام الحدود 2-3. وبالمناسبة القاسم يلعب مباراته الثانية على التوالي على هذا الملعب بعد أن انتخب ملعب الفيحاء في مباراته السابقة، وهذه أيضا المباراة رقم 18 اللي ضيفها ملعب الفيحاء هذا الموسم. حميد، ترتد الكرة، جورجي، حميد علي، تبعد الكرة من محمد الباقر عبد الرحمن، حيدر، الحارث، وحيدر سالم من جديد، جورجي ما سيطر على الكرة، محمد الباقر، إليسو، عادت إلى مجتبى محسن، مجتبى يلعب كرة طويلة، حيدر يلعبها إلى محمد خالد، الحارث، تنقطع الكرة، أقرب إلى حميد علي، حميد يشتت كرة طويلة وإلى حارس المرمى علي خالد. بداية حذرة واضحة من الفريقين، كلاهما لا يريد أن يخسر في هذه المباراة. القاسم بفورته بنتائجه الإيجابية بإحراجه للكبار وبهزيمته للكبار يحاول أن يعود ب3 نقاط ثمينة. الميناء المنكسر في المباراتين الأخيرتين وبنتائج لا تلبي طموحات جماهيره والتي أدت إلى إقالة المدرب الإسباني، يسعى أيضا إلى مصالحة عشاقه وأنصاره والعودة ب3 نقاط من هذه المباراة. كرة ملعوبة من حسين محسن، ترتد الكرة، تبعد، جيورجي، حارث،
وتسديدة من حيدر إلى خارج الملعب. حيدر إلى خارج الملعب. هذا حيدر عبد الرحيم، هدف في شباك الهوك. عبد سليم على التنفيذ. شوف بالعادة الكرة اللي مرت إلى خارج الملعب. عباس طويلة الكرة. علاء بالرأس. كرار فالح قريب منه. كرة إلى الخارج. كليتش. كيسندا. عادت من كليتش للمنتصف مرة أخرى. أسامة عنبر اللاعب اليمني القادم من الكهرباء. طويل الكرة وإلى ركنية لمصلحة الميناء. ركنية لمصلحة الميناء. هذا هو حميد رشيد الطائي اللاعب القادم من روسنجارد السويدي، لعب لمالمو أيضا. ركنية الآن. حميد الطائي على التنفيذ. الحكم يفضل اشتباك في منطقة الجزاء. حميد على التنفيذ. ركنية عالية بالرأس تبعد. كليتش بينه وبين الحارس. حارس سريع، لاعب مهاري رائع، يمر سريع سريع الحارس يلعب كرة عالية بدون تركيز إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الميناء. طبعا الميناء هذه المباراة العاشرة إلى أو 11 إلى على ملعبه. فاز في 5، تعادل في 2، خسر في 3، خاض 10 مباريات على أرضه وأمام عشاقه. فاز على الحدود، وفاز على الزوراء، وفاز على أربيل في هذا الملعب، وعلى نفط ميسان. وأيضا خرج بخسارة من الكرخ، وخسارة من نوروز الأقصى 1-5، وخسارة من القرمة 0-2، وعادل دهوك، وعادل زاخو، كرة ملعوبة. كرار إلى خارج الملعب. رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء. حميد الطائي. حميد. عباس ياس. أسامة عنبر. كليتش قصيرة مرة أخرى يستحوذ عليها كليتش روبن. حميد علي. الصناطي. أندريا الصناطي. وكرة مقطوعة على رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء. حميد على التنفيذ. هذا هو حسين محسن أمامنا بالصورة، لعب جميع المباريات للقاسم هذا الموسم، لم يتخلف عن أي مباراة. يبعد الكرة مرة أخرى. عادت الكرة كيسيندا، وكرة ترتد يبدو إلى ركنية أو إلى ركلة مرمى لمصلحة القاسم. صاحب ثاني أسرع هدف بعد 54 ثانية في شباك الكرخ. هذه الكرة اللي مرت إلى خارج الملعب، تطمت بكرار فالح. عموما الحكم يشير إلى ركلة مرمى. ملعوبة الكرة. علاء. كرار فالح، مراقبة لصيقة مان تو مان. كرة إلى مجتبى محسن. مجتبى يشتت كرة طويلة. المن إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة الميناء. عباس ياس. عباس. طالت الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية أخرى للميناء. تعود إلى عباس ياس. عباس. علاء. المن لا على التعيين. كرار فالح يلعب الكرة بالمنتصف إلى كليتش يلعب إلى حميد علي من الجهة البعيدة. حميد إلى الصناطي. أندريا الصناطي يحاول يلعب الكرة، ولكن وين سهلة إلى علي خالد حارس المرمى. هدفين
في شباك الكرخ والزوراء. وهذا هو المدرب أحمد رحيم، سبق أن قاد الفريق، والآن مع ناصر طلاع مؤقتا لحين استلام حسام السيد، اللي يقال أن الأمور أتممت بانتظار التأشيرة. وأيضا التأشيرة لاثنين من اللاعبين، واحد وزيري تنزاني وواحد أوسينوي ثيوبي من السنغال، متأخرين عن الفريق بسبب تأخر التأشيرة. علي خالد 13 دقيقة من عمر المباراة، 13 دقيقة والتعادل ما زال يتواصل بدون أهداف. كرة مرت إلى عباس ياس، عباس يهيئ كرة لنفسه، ضاغط عليها حيدر أحمد، تعود الكرة إلى حميد الطائي، حميد وحيدر، وإلى رمية جانبية لمصلحة القاسم، رمية جانبية لمصلحة نادي القاسم. مجتبى وإليسو، كرة مقطوعة من أمامه، كليتش، حيدر، أو كرة مقطوعة من أمام اللاعب علاء عبد الزهرة، ترتد إلى الحارث، الحارث سريع ويمر، ما زالت الكرة بحوسته، وحيدر يبعد، حميد علي يبعد الكرة، تاكاوارا، تعود إلى محمد الباقر، وتبعد من جديد من حميد علي إلى رمية جانبية لمصلحة القاسم. حميد علي على التنفيذ، تاكاوارا، أسامة عنبر، محمد خالد يلعب الكرة، ترتد من عباس ياس، محاولة وسط الملعب، طالت على اللاعب توسيلا، ترتد، محمد خالد، الحارث، محمد خالد من جديد يلعب كرة قصيرة ومقطوعة، تعود الكرة إلى الجانب إلى محمد الباقر، محمد الباقر يهيئ كرة لنفسه، طالت مقطوعة من نص الناطي، تعود مرة أخرى لحميد علي، حميد يلعب الكرة طويلة وسط الملعب، محاولة الآن مقطوعة بالرأس من مجتبى محسن، ترتد الكرة من جديد من كليتش، تعود إلى مجتبى يلعب كرة سريعة إلى حيدر عبد الرحيم، حيدر عبد الرحيم يحاول، وكرة مقطوعة من عباس ياس، عباس إلى حميد الطائي، حميد، كليتش، طويلة من كليتش، أندري الصناطي، حميد علي، حميد، أندري، تعاون مثمر واضح بين أندري وبين حميد، وعالية الكرة، وطالت الكرة إلى ركلة مرمى، ترتطم بوجه علاء عبد الزهرة وإلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. ربع ساعة من عمر المواجهة، تعادل قائم بدون أهداف ما بين الميناء والقاسم. علي خالد على التنفيذ، غيابات مؤثرة للفريقين، كرار جعفر ومسلم موسى لمشاركتهم مع منتخب الشباب. نتمنى لفريقنا أو لمنتخبنا الشبابي التأهل، سيواجه يوم السبت عند 2:30 استراليا في الدور القادم. كرة عادت، علاء إلى حميد الطائي، كليتش، حيدر سالم، بدأ من الارتكاز يعود إلى مركز قلب الدفاع بغياب مجتبى علي للمرة الثالثة على التوالي يطرد. أكثر لاعب نال بطاقات حمراء مجتبى علي، وأكثر نادي نال بطاقات حمراء هو الميناء 6، ونوروز 6 بطاقات حمراء، بينما الجوية 5 بطاقات حمراء، ونفط البصرة وزاخو 4 بطاقات حمراء. رمية جانبية مجتبى، تلعب بالرأس مقطوعة، إليسو، حيدر،
طالت إلى ركنية لمصلحة القاسم، ركنية لمصلحة نادي القاسم. توجيهات مستمرة من كلا المدربين. 18 دقيقة، دخلنا الدقيقة 19 والقائد الحارث حاتم على التنفيذ. أيضا لعب جميع المباريات، صنع هدف، سجل 9 أهداف. حارث يلعب الكرة، تبعد من عباس ياس، تعود إلى حميد الطائي. حميد إلى حميد علي، إلى كليتش أو هذا كيسيندا. أندري طويل الكرة، وشوف يعني معظم كراتهم على عبد الزهر على العمق، ومراقبة لصيقة من كرار فالح يعني لعلاء عبد الزهر. عشاق السفانة العميد ذو التاريخ العريق، النادي اللي أسس عام 1931. خروج حاسم من علي خالد، كرة ملعوبة، سيف، وتبعد إلى خارج الملعب إلى ركنية لمصلحة القاسم. سيف رشيد 8 أهداف. حيدر سالم يبعد الكرة إلى ركنية لمصلحة نادي القاسم. مجتبى صالح من الجهة القريبة على التنفيذ. ثالث ركنية في ملعب المباراة، عالية ملعوبة بالرأس، تبعد. كرة مشتركة، محاولة، محمد خالد ما سيطر عليها. إليسو تبعد من كليتش، وبالرأس من حسين محسن إلى حارس المرمى علي خالد. 20 دقيقة مرت وما زال التعادل قائم ما بين القاسم والميناء بدون أهداف، وهي نفس نتيجة الذهاب. حسين محسن يلعب كرة طويلة بالرأس، سيف، تبعد من حميد علي. حميد ترتد من كرار، وسيف إلى حيدر عبد الرحيم، وتبعد من عباس ياس. أندري، هناك صافرة من حكم اللقاء إلى خطأ لمصلحة الميناء. هذا لاعب الزيمبابوي يوهان جيرالد تاكاوارا، أحد قادم من أحد السعودي. خطأ لمصلحة الميناء. حيدر، حميد، علاء، كليتش، حميد علي من الجهة البعيدة. حميد يتخلص، كرار، وإلى إليسو، يلعب كرة طويلة بالرأس مقطوعة من حيدر سال. كليتش، أندري، كليتش من جديد، أندري، عباس ياس، وكرة طويلة دفع واضح وركلة حرة لمصلحة الميناء. كرة ملعوبة، خطأ من جديد لمصلحة الميناء. عباس ياس قريب من الكرة،
أسامة عنبر، حميد كليتش، توسيلا، حميد يحاول، عالية الكرة بالرأس مقطوعة من حسين محسن، تذهب من جديد، سيف يلعب كرة طويلة تمر إلى حارس المرمى عابد سليم. أداء محصور وسط الملعب دون الوسط، لحد الآن لم يخطر أي من الفريقين مرمى الآخر، لم نشاهد أي كرة خطيرة، حذر واضح بأداء الفريقين. الحارث أسامة عنبر وبطاقة صفراء، بطاقة أولى صفراء لأسامة عنبر لاعب الميناء. طبعا الميناء عنده 44 بطاقة صفراء و6 حمراء، والقاسم أفضل فريق باللعب النظيف 37 بطاقة صفراء و1 حمراء. أكثر فريق حظي ببطاقات صفراء هو أربيل تعدت 70، والكهرباء 65. أصبح في مباراة أمس 67 الكهرباء. إذن أول بطاقة صفراء ركلة حرة من منتصف الملعب، حسين محسن على التنفيذ، عالية الكرة، حيدر عبد الرحيم طالت هربت برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الميناء. كرة طويلة مشتبه خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء. حميد تاكوارا، حيدر سالم بالرأس من كرار، حميد ما سيطر عليها، خرجت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي القاسم. طرد مرتين هذا اللاعب. محمد الباقر عبد الرحمن، حكم يعيد تنفيذ الكرة أو تبديل رمية جانبية أو إعادتها. نشوف قرار الحكم، هل أعاد اللاعب لمكان خروج الكرة؟ أي فعلا أعاد اللاعب إلى الخلف، رمية جانبية لمصلحة القاسم. محمد الباقر، سيف، محمد خالد، سيف مرة أخرى قصيرة مقطوعة، حميد، ترتد الكرة، جورجي، خطأ لمصلحة الميناء. حادين من خطورة اللاعب الحارث، عارفين بقدرته بإمكانيته بسرعته، مراقبة لصيقة من حميد علي لهذا اللاعب. كرة من حيدر سالم إلى عباس ياس، عباس، حميد الطائي، حميد يحاول بالمنتصف إلى كليتش، حميد علي المندفع إلى الأمام، حميد مقطوع الكرة خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة الميناء. أندري الصناطي على التنفيذ، كليتش، أندري، حميد، قصيرة تنقطع من حسين محسن، محمد خالد يلعب كرة طويلة إلى سيف، تبعد من حيدر سالم، أندري بالرأس، محمد الباقر، محمد الباقر يلعب كرة طويلة، ترتد الكرة، عباس ياس، عباس هجمة للميناء، أندري يلعبها إلى علاء، تأخر علاء، وبالتالي الكرة مقطوعة تعود إلى حميد الطائي، حميد يلف ويدور، حميد يمر إلى كيسندا في وضع تسلل، وركلة حرة غير مباشرة للقاسم.
ركلة حرة غير مباشرة للقاسم. كرار فالح. طويلة ملعوبة. عباس لعب خطر، تنقطع. اندري الصناطي، حميد علي، كليتش، اندري صناطي يلعبها. حميد، كرة خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن ترتد مرة أخرى، يشتتها محمد خالد. يوهان جيرالد، تاكاوارا، أسامة عنبر، كليتش، توسيلا كيسيندا إلى توسيلا مرة أخرى. مقطوعة الكرة من مجتبى محسن إلى رمية جانبية لمصلحة المينا. توسيلا كيسيندا إلى حيدر. عباس، حميد علي من الجهة البعيدة، تغيير اللعب إلى الجهة البعيدة. كرة تعود. تاكاوارا، حيدر سالم، عباس ياس، حميد الطائي يحاول، مرت الكرة إلى كليتش. يبقى الأداء محصور وسط الملعب، لم نشهد خطورة تذكر. أندري سدد سهلة للحارس علي خالد. هذا أول تهديد مباشر على المرمى بكرة أندري الصناطي. أندري سعيد الصناطي، لاعب سيريوس السويدي السابق. علي خالد حارس مرمى القاسم. طويلة الكرة ملعوبة بالرأس من حيدر سالم. هناك صافرة من حكم اللقاء تشير إلى وجود خطأ للقاسم. سبق خطأ ضد تاكاوارا. هذه الكرة اللي سددها أندري سعيد الصناطي. ركلة حرة لمصلحة القاسم. مجتبى محسن على التنفيذ. عالية الكرة بالرأس، سهلة لعبد سليم حماد. 32 دقيقة والتعادل يتواصل ما بين الفريقين. هاي كرة مجتبى ومحمد خالد، سهلة لحارس المرمى عبد سليم. عبد، طويلة الكرة. علي خالد أقرب للكرة، حارس المرمى. ما زلنا نبحث عن متعة، عن إثارة، عن هجمات أفضل من كلا الفريقين. سريع الكرة تلعب بالرأس، رمية جانبية لمصلحة الميناء. حميد، تاكاوارا، حميد، تاكاوارا مرة أخرى. عبد سليم، عباس ياس، أندري. سريع الكرة إلى حميد الطائي. حميد 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 يتعدى مجتبى، يلعبها بعيدة 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 بعيدة، طالت هربت أقرب إلى
محمد الباقر، ضاغط عليه أندري الصناطي، أندري إلى حميد علي، حميد إلى جورجي يحاول يلعبها عرضية وكرة خطيرة ولمسة المهم تمر أندري من جديد، وتسديدة عالية برا الملعب إلى رمية جانب. هذه الكرة يلعبها بعيدة، تلعب الكرة من علي خالد، حميد توسيل كيسندا يحاول عرضية ملعوبة، كرة خطيرة طالت على علاء، تبعد من جديد الحارث كليتش، أندري يا سلام حلوة إلى حميد ممكن يحول، أخر حميد مر حميد وعالية برا الملعب، كان بإمكانه يحول لزملائه لكن لعبها تعلو العارضة إلى ركلة مرمى. مجهود فردي رائع من حميد وكرة جميلة من أندري الصناعي. فريق القاسم خارج أرضه لعب 10 مباريات، حقق الفوز في 3، تعادل في 3 وخسر في 4. فاز على ديالة، فاز على الحدود، وفاز على الجوية. كرة عادت سيف إلى خارج ملعب، رمي جانبية لمصلحة نادي الميناء. حيدر عبد الرحيم يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة لحيدر. عشاق وأنصار السفانة، وهناك أنصار القاسم أيضا. نهض حيدر، إعادة للحالة اللي تعرض من خلالها إلى عرقلة. أحمد رحيم يتحدث مع حميد رشيد الطائي. ما زلنا ننتظر استئناف اللقاء. رمية جانبية، عباس ياس على التنفيذ، كليتش وسط الملعب، تاكاوارا، كليتش، كيسندا، مقطوعة من كرار فالح، الحارث حاتم يلعبها، سيف طالت مقطوعة الكرة من عباس ياسي إلى رمية جانبية لمصلحة القاسم. رمية جانبية لمصلحة القاسم. 9 دقائق أو أقل تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. ما زالت النتيجة على حالة تعادل سلبي في لقاء يجمع الميناء وضيف القاسم ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري نجوم العراق. جورجي بالرأس مقطوعة من حيدر، أندري، كليتش، كرار، سريع الكرة، الحارث، إليسو، الحارث، إليسو مرة أخرى، علما محمد خالد مراقب ومقطوع الكرة تعود إلى جورجي، وإلمن جورجي إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء. إليسو يشكو من إصابة، إليسو من بوركينا فاسو لعب للسول.
رمية جانبية لمصلحة الميناء، إليسو ما زال يشكو بالإصابة. ناصر طلاع، أحمد عامر عبد الوهاب مدرب الحراس، عشاق الميناء أمامنا بالصورة. العشاق يؤازرون وللفوز ينتظرون. توجيهات مستمرة من أحمد رحيم. المباراة السابقة ناصر طلاع قاد الميناء أمام الحدود. ما زال إليسو، نهض إليسو. دخلنا الدقيقة 40، الحكم يطلب منا إكمال علاجه خارج الملعب. رمية جانبية للميناء. خمس دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. حميد علي على التنفيذ. تاكاوارا طويل الكرة وبروح رياضية عالية يلعبها إلى علي خالد. علي شتت كرة طويلة، عباس ياس ما سيطر عليها. سيف رشيد سهلة إلى عبد سليم حمام. سيف سهلة إلى عبد رشيد. كليتش وسط الملعب. مجتبى على التنفيذ. رمية جانبية الآن. مجتبى، سيف، حيدر عبد الرحيم، عباس ياس، حيدر بينه وبين عباس، وكرة طالت إلى حيدر سالم. تاكاوارا، حميد علي من الجهة البعيدة. مرت الكرة. كليتش، حميد، أسامة عنبر، عباس ياس، أسامة، عباس. كرة مرت. حميد، كرار فالح يشتت كرة. تعود الكرة من جديد إلى عباس. عباس بينية ترتاد. كيسيندا وعلا وبرافو برافو برافو. حسين محسن انقذ المرمى واندري. جول 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 بجملة تكتيكية رائعة وبكرة مرتدة يكملها اللاعب بتسديدة رائعة. اندري السناطي يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 42 من عمر اللقاء. اندري السناطي يسجل أول أهداف المباراة للميناء بالدقيقة 42 من عمر المباراة من كرة سددت وعادت ليكملها اللاعب اللي خالي من الرقابة اندري السناطي إلى داخل الشباك على يمين الحارس علي خالد، ويسجل هدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك الكرخ والزوراء. شوف بالإعادة، شوف ارتدت من حسين محسن على طبق من ذهب، هياها النفسه، لعبها بيساره، تمر على يمين الحارس علي خالد لتعانق الشباك. شوف علاء لعبها على ارتدت ومرة أخرى
شوف أندري هياها لنفسه ولعبها من بين المدافعين والحارس، تمر على يمين الحارس وتعانق الشباك. هدف أول، هدف في غاية الأهمية للسفانة من أجل التقدم في شوط المباراة الأول. 1 الميناء لا شيء القاسم عن طريق أندري الصناطي بالدقيقة 42. وسجدة الشكر لعبد سليم حماد حارس المرمى أمام فرحة المدرب أحمد رحيم. والعشاق والأنصار يبتهجون يحتفلون بالتقدم بهدف أندري الصناطي. 1-0 الآن للميناء، أن تخرج متقدم في شوط المباراة الأول بهدف أفضل مما أن تكون متعادل. الآن حكم المباراة ينتظر صحة تأكيد الهدف. عندنا في غرفة الفيديو الفار علاء سلام يساعده أكرم علي. ما زال الحكم ينتظر. نشوف هل هناك شيء للتأخير للتأكد من صحة الهدف من عدمه. تسلل والهدف ملغي. تسلل والهدف ملغي. تسلل ويلغى الهدف. نشوف، ممكن نشوف الحالة مرة أخرى، ممكن نشوف الحالة من جديد. خلينا نشوف. هذه الحالة احتسبها على علاء في وضع تسلل، وبالتالي مع انطلاق الكرة واستلامها من علاء أشار الحكم إلى هذه الحالة بعد العودة لغرفة الفار على أن هناك حالة تسلل قبل التسجيل. كرة إلى أندري، مرت إلى خارج الملعب. محمد الباقر على التنفيذ. انتهت 45 دقيقة، باقي لنا التوقف والوقت المحتسب بدل ضايع اللي يضيفه حكم اللقاء. سيف رشيد، ترتد، حميد يلعب الكرة. إليسو، جيورجي، سين محسن، كرار فالح، كرار يلعب الكرة طويلة. كرار، سيف، الحارث، محمد الباقر، طالت عليه إلى خارج الملعب لا رمية جانبية. ما زلنا نبحث عن الوقت المحتسب بدل ضايع. يلعب الدقيقة الأولى الآن، يعني يقارب الثلاثة، فعلا 3. سين محسن، جيورجي، محمد خالد، كرار، طويلة من كرار، تبعد من حيدر سالم. هي أثمن الفرص والفرصة الخطيرة الوحيدة في شوط المباراة الأول، واللي ألغى على أثر التسلل هدف تقدم الميناء. محمد الباقر، كرة طايشة إلى الخارج لكن تعود، ما خرجت. تاكاوارا، أندري قدم مباراة جيدة مع حميد، كرة إلى الخلف، تعود الكرة إلى كليتش. أندري، أسامة عنبر، كليتش، حيدر سالم، عباس ياس، علاء، مقطوع الكرة. حيدر عبد الرحيم، وأقرب إلى عبد سليم يتمكن منها، يلعبها سريعة بقدمه إلى حميد علي المندفع إلى الأمام. حميد يمر، عالية الكرة، ترتد من كرار، تعود إلى محمد خالد أو حيدر عبد الرحيم اللي أبعدها إلى الخارج. هذا حيدر اللي أبعدها إلى الخارج. آخر اللحظات من عمر الوقت المحتسب بدل ضيع. حميد، أسامة عنبر، حيدر، سدد من بعيد برا الملعب إلى ركلة مرمى للقاسم. أعتقد معاها راح يصفر حكم المباراة نهاية أحداث شوط المباراة الأول. هذه الكرة
إلى خارج الملعب بعيدة. علي خالد على التنفيذ. طويلة الكرة ملعوبة. صافرة حكم اللقاء الدولي محمد طارق أحمد تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول ما بين الميناء وضيف القاسم بالتعادل السلبي. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. لأندرسون بوليجر يحاول يلعب كرة، وصلت إلى أحمد صلاح، البديل قد يفعلها، البديل قد يسدد، وحسن يعوض. الله، ردا سريعا علي وعلى من شكك، حسن يسجل، حسن خالد يضعها في الشباك، حسن يضعها في المرمى لينثر الأفراح في دكة الكناري على أرض الكناري بالمدرج الأصفر. اللون الأصفر هنا يشع على الميدان أيضا، ويسجلون هدف الانتصار، هدف التفوق بالضربة القاضية. هياها أحمد صلاح، سددها حسن، وهنا يسجلون، هنا يحصدون الانتصار. عاد الكرخ، عاد الكناري في اللحظات الأخيرة. هنا الكرة التي لعبت، مجهود كبير من البرازيلي بالكرة، هيات من أحمد صلاح بوجه القدم إلى المرمى، بوجه القدم إلى الشباك، وفي مكان صعب على مجتبى يضعها بقوة. حسن يسجل، حسن خالد هدف الانتصار، هدف إنهاء المهمة هنا في الملعب، مع أفراح في الدكة لفريق مضغوط. هذا شنيشل يأتي خلفا للمدرب ولي كريم. كرة خطيرة، الله، ميمي مهند علي، مهند علي، جول للشرطة، هدف للشرطة. الله على جمال الهدف، الله على جمال الهدف. ميمي يسجل هدف جميل، ميمي يسجل من خلال هذه المباراة، وبالتالي الله 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 على التسديدة، الله على الكرة. هذا اللي نقول عنه ما يخطأ، هذا اللي نقول عنه انه عندما تأتي الفرصة وتكون الفرصة متاحة، هي الآن متاحة. يحاول على الطرف الأيمن، عرضية عالية خطيرة، الله الله يا مواس، الله يا مواس، الله على محمود. جول ثاني، هدف ثاني للشرطة. سجل العقيد، سجل العقيد، وبالتالي هدف ثاني للشرطة. الآن هدف ثاني للقيثارة، وافرحي يا جماهير القيثارة بالهدف الثاني. شوف الإعادة، الكرة والاستلام الجميل، بعد ذلك الكرة لعبها محمود المواس لمحمد داود، ومحمد داود أرسل الكرة وعلى الطائر. هوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، 5 أهدافك هذا الموسم يا محمود المواس. المواس بطريقة ممتازة بباطن القدم اليمنى على الطائر، يقول لك هاني ما انتظر فيها. هناك امام محمد وحيدر عبد الرحيم، ممكن ان يعدي بهذه الكره، ممكن ان يسجل. هذا حيدر عبد الرحيم ولا جحيم؟ لا 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 لا، هذا جحيم. يسجل الهدف الاول بطريقه رائعه. هو عارف طريق الشباك، لعب اكثر من 3 مواسم بهذا الملعب، لعب لنفط البصره هنا كثيرا، نعم، وعارف جيدا طريق الشباك. حيدر عبد الرحيم، الله الله، من
حيدر عبد الرحيم شاهد المرور من سيف رشيد، أعطاه كرة على طبق من ذهب، وحيدر عبد الرحيم الله يا حيدر عبد الرحيم، هدف عظيم والعظمة لله يا حيدر عبد الرحيم بهذه الطريقة الجميلة. نعم بتسديدة رائعة أسكنها شباك صقور الجبال ليعلن عن أول أهداف المباراة. حيدر عبد الرحيم يسجل الهدف الأول الماضية، والكرة ملعوبة الآن، الارتقاء والإبعاد من كرار فالح بوسط الملعب طويلة للأمام. الحارث إذا عدى فعل شيء، الحارث مر، الحارث عدى وممكن أن يكون بالثاني. الله لا يا الحارث، لا يا الحارث، لا، كيف مر بها وكيف عدى وسجل بطريقة لا تصدق. هذا مجنون، هذا موهوب، هذا روعة، هذا محبوب، هذا الحارث حاتم يسجل الهدف الثاني بانفراد وطريقة رائعة وجميلة تدرس يا الحارث حاتم، سيتذكرونها أجيال نادي القاسم بهذا المرور الجميل، بهذا العبور الجميل، مر من الجميع وعد الحارث حاتم. ذكرتها باللحظات الأولى، هذا اللاعب إذا كان في يومه وإذا تحرك، نعم تحركت جميع الأمور الفنية لنادي القاسم، مر من الجميع وجعل الجميع يركضون خلفه. نعم 3 مدافعين خلف الحارث ووضعها في الزاوية البعيدة. الله يا الحارث حاتم، 2 لنادي القاسم، 2 لنادي القاسم، هدفين دون رد من قائد الكتيبة، من قائد الفريق، ويأتي الهدف الثاني في المباراة. 2 لنادي القاسم، لا هدف يقلص نتيجة المباراة فأكيد ستنجح. هنا المحاولة الحظوة هنا، نعم صافرة حكم المباراة وركلة جزاء، ركلة جزاء تحتسب صافرة حكم المباراة بعد دخول اللاعب هذا ذو الفقار يونس عابد علي. بهذه المحاولة تحصل على جزاء عند دخول اللاعب ذو الفقار يونس عابد علي، هذا نجل هداف الدوري وأيضا واحد من الأسماء الكبيرة لاعبي منتخباتنا الوطنية ونجم نادي الشرطة كابتن يونس عابد علي. المدرب بيتر جورجيس، بيتر جورجيس، جول من بيتر جورجيس يقلص نتيجة المباراة. نعم عادت هوك من جديد، عادت الصقور لتحلق هنا بملعب المباراة، وبيتر جورجيس يقلص نتيجة المباراة لتصبح 2-1 بهذا الهدف، هدف تقليص الفارق، وضعها في مكان الحارس بيتر جورجيس ليعلن عن الهدف الأول لنادي اتهوك من علامة الجزاء. 2-1. إذن أصبحوا يبحثون الآن عن هدف تعادل بعد أن قلصوا نتيجة المباراة، أصبحت بهدفين مقابل هدف. المحاولة تصل والكرة يعود فيها علي محسن، علي يأخذ المساحات ويستعرض المهارة، التقدم يأتي الآن، الفرصة إلى كاظم رعد، الله، جول أول للزعيم، هدفنا أول للنوارس، وتبدأ بدرسها الأول في الفصل الثاني لتسجل الهدف الأول عن طريق كاظم رعد، زعيم البلاد كبير القوم، يظهر الآن يعلن التقدم
التقدم الآن، والمدرج الأبيض يعج في الأفراح. هذه كرة تنقل والمحاولة وصلت، نقلت من العلوي إلى كاظم رعد، هي تريد الزوراء، غيرت اتجاهها، ذهبت إلى المرمى بفعل بن عثمان. لاحظ كرة تلعب من كاظم اتجاه إبراهيم، وابن عثمان بدل الإبعاد يضعها في مرمى هاني شاكر، والتقدم يأتي الآن، التقدم يحضر لصالح فريق الزوراء، وثالث أهداف كاظم رعد إذا ما احتسب لكاظم رعد، والهدف يأتي والفرحة تأتي. يلعب كرة عالية واصل الآن في منطقة الجزاء، لكن محاولات تستمر. المعارض الأحمر على موعد الرد، على حين التعادل، يظهر رأسه وهنا هيجان. المدرج الأحمر ينفجر، المدرج الأحمر لا يمكن لاستيعاب الأحداث فيه، وأي مجنون يستطيع وصف روعة هذا المشهد؟ من يستطيع الكتابة؟ من يستطيع القول؟ رد جنوني، ونوروز لا يخسر في الجولة العشرين. الرحلة صعبة والمارد الأحمر لا يكف عن التألق في دوري نجوم العراق. لاحظ كرة طويلة لعبت الآن، وصلت من هذا الجانب، هذه محاولة أولى، أسو لم يشترك وكان متسللا. الثانية وهنالك بياتينج يكسر الأوفسايد، والسلام تفكير وهز للشباك. أسو رسم التسعة يحضر ليسجل هدف التعادل، ليسجل هدف العودة رغم النقص، إلا إن كتيبة قحطان. واليوم ترى علاء عبد الزهرة هنا مع العريق الميناء، هو ينفذ ركلة الجزاء. علاء عبد الزهرة يتقدم، جول علاء عبد الزهرة. الخبرة يا علاء، بالخبرة والذكاء يسجل أول أهداف المباراة. علاء عبد الزهرة، والهدف الأول لنادي الميناء، للسفالة للموج الأزرق. يعودون هنا من خلال مباراة الحدود، يتخطون جميع الحدود، داءوا من البصرة لكي يسجلون أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة. يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء. الفريق الذي يطمح من أجل أن يعود بالتعادل وبتصويب من مكان بعيد، جول بهدف. نعم، روعة 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 روعة، بكرة لا تصد، مباغتة من مكان بعيد، سدد بقوة محمد فاروق. نعم، يسجل هدف التعادل بأي كرة وبأي تسديدة وبأي صاروخ يسجل. شاهد من هذا المكان، الله 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 يا محمد فاروق، ماذا فعلت؟ جعلها في الزاوية البعيدة، قاتلة وبمكان قاتل. بهذه الطريقة سجل هدف التعادل لنادي الحدود. هل ينجحون من خلال الكرات الثابتة وباللحظات الأخيرة ملعوبة كرة بالراس؟ الله، من أنت يا علاء؟ وماذا فعلت يا علاء؟ الله 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 الله، من جديد يا علاء تضع الميناء في المقدمة بالدقائق وباللحظات القاتلة من أحداث الشوط الأول. فعلها الخبرة، فعلها علاء عبد الزهرة. حلوة 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 بالراس لو من حرة، حطاها عبد الزهرة. الله يا علاء عبد الزهرة بهدف ثاني جميل للميناء. هذه مرة الآن، هذا التعادل ممكن يا دينيس. عدى بالكرة الثانية، الله، ماذا هناك؟ نعم، جاء الهدف الثاني، ودينيس أنتوي أضاف ثاني أهداف في المباراة أم لا؟
ماذا يشير وماذا يقول؟ ودينيس أنتوي بثاني أهداف المباراة لنادي الحدود. هو من عدل نتيجة المباراة لمصلحة الحدود. عادوا بهذه الكرة. لا، هل كان متسلل أم لا بالكرة الماضية؟ دينيس لم يكن متسللا باللقطة الماضية وأضاف الهدف الثاني بتلك الانطلاقة والأسيست الجميل من منتصف الملعب. عدى من الجميع ووضعها في المرمى ليعلن عن هدف التعادل وهدفه الثاني مع الحدود. ضروري يحاول يتقدم، ينقل له كرة أمامية خطيرة. دينيس ممكن ثالث جول ثالث لمصلحة الحدود. أعطى الروح فريق مباراتين تعادل وفوز. ركلة جزاء بنالتي. اللاعب القادم من النيجر ربما هدف الأول. أمارو جول للقرمة لصقور الغربية في شباك الجوية. هدف أول للقربة، والقربة ب10 لاعبين. هدف أول للقربة، هدف أول لصقور الغربية في شباك العريق، في شباك صقور العاصمة. وتسديد مثالي، تكنيك جيد، الكرة بزاوية ومحمد رحيم في زاوية أخرى. القربة أمامية من محمد حميد، محاولة عالية تقطع من دفاعات القوى الجوية، راجع بها الوسط. محمود يلعب الكرة مع كارمو، انطلاقة خطيرة ثاني أو خط. هذه اللقطة لاحظ محمد باقر الحسيني براسه، لكن الاحتكاك اللي قبل خلينا نشوف. لاحظ وهذه اللقطة على سلام في قرار لاحظ أمارو. ال21 واللي انتهى شوطها الأول بتعادل سلبي ما بين الفريقين. القاسم أجرى تغيير بخروج إليسو ودخول أحمد نور، زج بمدافع وأبعد لاعب ارتكاز. إليسو كان يشكو من إصابة في شوط المباراة الأول، وهذا تذكير لمن فات معنا متابعة أحداث شوط المباراة الأول، المباراة اللي ضيفها ملعب الفيحاوي قوت الدولي محمد طارق، يساعد أحمد نعيم، وليد كامل، حامد طالب، وعلاء سلام في غرفة الفار إلى جانب أكرم علي. تشكيلة السفانة للقاء اليوم بالزي الأزرق على يسار الشاشة مؤلفة من عبد سليم حماد بحراس المرمى برقم 1 على اليمين، حميد علي 18 على الشمال، عباس ياس 33، يوهان جيرالد تاكوارا برقم 31، حيدر سالم 6 بالارتكاز، كليش 79، أسامة عنبر 15 على اليمين، توسيلا كيسندا 29، حميد رشيد 19 على عبد الزهر 10 وأندري الصناطي بالرقم 20. أما أيضا دخول اللاعب رقم 90 نشوف التغييرات اللي حدثت. كرار علي أيضا يدخل كمدافع،
كرار علي حسن. علي خالد بحراسة المرمى برقم 49، مجتبى محسن على اليمين 13، محمد الباقر 66، كرار فالح 6، حسين محسن 14، أحمد نور 55، كرار علي 90، جورجي 95، محمد خالد 99، حيدر عبد الرحيم 11، حارث حاتم 8، وسيف رشيد 77. رمية جانبية: عباس ياس، حميد، عباس، كليتش، أسامة عنبر، السناطي. مرة أخرى أسامة يلعب كرة طويلة بالرأس مقطوعة من محمد الباقر، تعود الكرة من جديد حميد علي، السناطي يلعبها عالية داخل منطقة الجزاء، وكرة أبعدت من قبل مجتبى محسن. تعود مرة أخرى حميد مندفع إلى الأمام الظهير الأيمن والحارث، ومرة أخرى سيف رشيد، تعود الكرة من جديد السناطي يعيد الكرة إلى حيدر سالم. فريق الميناء ما أجرى أي تغيير، خروج إليسو، وكرة خطيرة خطرة، ومرة أخرى كرار أبعد الكرة، زج بمدافعين، بغية الخروج بنقطة المباراة. هذا كرار فالح، أنا حسين محسن، بالسلامة لعلي خالد. شوف علاء ولكن ارتدت من الحارس. حكم المباراة قريب وشايف. بالسلامة لعلي خالد. شوط أول انتهى بتعادل سلبي. هنا العشاق والأنصار. أذكر بنتائج الجولة: الكهرباء يهزم الكرخ بهدفين، نفط البصرة يعادل النفط بدون أهداف، اليوم النجف يخسر من أربيل بهدفين لهدف. بعد هذه المباراة مباراة زاخو مع الطلبة عند 7:30، وفي 7 تماما ستنقل مباراة دهوك مع ظفار ضمن مباريات أندية الخليج عبر القناة الرياضية. غدا الخميس نفط ميسان سيواجه القرمة عند 2:30، ديالى سيواجه في نفس التوقيت نوروز، القوة الجوية سيواجه الحدود عند 5:00، وتختتم الجولة بمواجهة الزوراء وكربلاء عند 7:30. الحكم أوقف المباراة، راح يعمل إسقاط كرة. اليوم لاعب أربيل يوسف بن سودة بتسجيل هدفين، أصبح برصيد 10 أهداف بالمركز الرابع. ما زال يتصدر قائمة الهدافين مهند علي مع كوستافو هنريكي برصيد 14 هدفا، مروان حسين ب11 هدفا، وأمجد عطوان ب10 أهداف، ثم علاء عباس ب10 أهداف، ويوسف بن سودة ب10 أهداف. كليتش كرة سريعة، الحارس يحاول، ومحمد خالد ترتد من الدفاع، حيدر سالم، حسين محسن، وبرا الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي القاسم. رمية جانبية للقاسم، مجتبى على التنفيذ، كرة بالرأس مقطوعة من حيدر سالم، وتسديدة من بعيد برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الميناء. 5 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 51. هذا البديل كرار علي. سريع الكرة بالرأس مقطوعة،
الحارث يلعب كرة طويلة، عباس ياس يتركها لعبد سليم، حيدر سالم على جيورجي او كليتش يلعب الكرة للجانب، حميد الطائي، حميد يلعب الكرة، تعود الكرة الى جيورجي يلعبها طويلة، عادت من جديد كرة اللعب مرة اخرى، محمد خالد، اسامة عنبر، تاكوارا، اسامة عنبر من جديد، صناطي، اندري صناطي الى حميد علي، تنقطع وطالت الكرة على كرار، اسامة مرة اخرى، كرة لحيدر سالم، مجتبى، محمد خالد، الحارث سريع، الحارث سريع، هيئ كرة لنفسه يلعبها ترتطم بيوهان والى خارج الملعب لرمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة القاسم، الحارث علما لا على التعيين الى عبد سليم حارس المرمى، مرة أخرى حميد، تاكوارا، كليتش، طويلة الكرة بالرأس مقطوعة من مجتبى، حيدر، مجتبى، كليتش، تعود إلى الصناطي، خروج إليسو وحيدر عبد الرحيم في شوط المباراة الثاني، تغييرين أجراهم المدرب أيمن الحكيم وزجبي أحمد نور كارتكاز وكرار علي كمدافع خامس. الحارث محمد خالد، جيورجي، مجتبى محسن يلعب كرة طويلة بالرأس، تعود الكرة إلى تاكوارا، بينية ملعوبة لكليتش، كليتش يلعب الكرة بالمنتصف، تذهب إلى توسيلا، حميد الطائي يلعب الكرة عرضية، طالت الكرة، برافو مقطوعة من كرار، كرة إلى أسامة، عباس ياس، توسيلا كيسيندا، حميد الطائي، يا سلام، حركة لعب جميلة، يتخلص من لاعب وكرة مقطوعة من محمد الباقر ترتد إلى الحارث، وهذه عرقلة واضحة وبطاقة صفراء مستحقة لكليتش روبن. أول بطاقة صفراء أو ثاني بطاقة صفراء للميناء كليتش روبن بالدقيقة 55 من عمر المباراة. كليتش روبن وكليتش يعني 7 بطاقات هذا الموسم وهذه البطاقة الثامنة، 7 بطاقات هذا الموسم وهذه البطاقة الثامنة له، 7 بطاقات وهذه البطاقة الثامنة لكليتش. يبقى أكثر لاعب نال بطاقات صفراء هذا الموسم هو لاعب القرمة شهاب رزاق، كرة ملعوبة مقطوعة من جديد ب10 بطاقات.
كرة تلعب إلى أندري الصناطي، يلعبها طويلة إلى الجانب، بالرأس مقطوعة من مجتبى، كرة إلى محمد خالد، محمد محاولة وطالت الكرة. عباس ياس أقرب للكرة، حيدر موجود، عبد الرحيم من الجهة البعيدة، طالت الكرة، عباس ياس سريع، الكرة ملعوبة إلى حميد وإلى خارج الملعب. كرار بدأ يلعب ظهير بدلا من محمد الباقر. كرار علي على التنفيذ، رمية جانبية لمصلحة القاسم. سيف الحارث، كرة مقطوعة، كليتش، حميد إلى حارس المرمى عبد سليم، تعود مرة أخرى الكرة. كليتش يلعب سريعة، كرار، جورجي يلعب كرة طويلة، سيف رشيد يحاول وكرة مقطوعة من حيدر سالم بالكعب إلى سيف، سيف يحاول يمر الآن، سيف يلعبها إلى محمد خالد، محمد خالد وكرة أبعدها حميد علي. برافو حميد، برافو حميد، أبعد الكرة من أمام مرمى نادي الميناء. كرة أخطر الكرات في شوط المباراة الثاني لفريق القاسم. شوف المحاولة، عادت الكرة، سيف استغلها، توغل يلعبها محمد خالد، وحميد علي أبعد الكرة ببراعة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. مجتبى صالح على التنفيذ، مجتبى على التنفيذ، بالسلامة لمحمد خالد، بالسلامة لمحمد خالد. هل هناك ركلة جزاء؟ تشيكينج بنالتي، ما بها تستأنف المباراة. كرار يلعب كرة طويلة، خروج حاسم من عبد سليم. مثل ما ذكرت عبد سليم أكثر حارس اهتزت شباكه، 24 كرة عانقت شباكه في 19 مباراة. حيدر، عباس ياز، كليتش مرة أخرى، كرة طويلة، حميد علي بالرأس مقطوعة من حسين، أسامة عنبر، ويبدو رايه صفارة وتسلل أو لمسة يد، ركلة حرة لمصلحة القاسم. 60 دقيقة، ساعة بالتمام من عمر المواجهة، والنتيجة على حالها، التعادل السلبي يخيم على أجواء هذه المباراة. حسين محسن على التنفيذ، مثل ما ذكرت أكثر لاعب مثل الفريق مع الحارث، 20 مباراة بالتمام، وهذه المباراة 21. كرة اللعب بالرأس مقطوعة، تعود من جديد، الحارث يستقبل الكرة، كرار اللي دخل بدلا من محمد الباقر، حسين يلعبها، طالت على محمد خالد إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الميناء. الفريقان التقيا في 7 مواجهات سابقة، 3 للميناء، 1 للقاسم، و3 مباريات انتهت بالتعادل. سجل الميناء 8 أهداف والقاسم سجل 5 أهداف. الموسم الماضي ذهابا فاز الميناء بهدف حيدر سالم، وإيابا انتهت المباراة بالتعادل، وهذا الموسم ذهابا انتهت بالتعادل السلبي، ويبدو هنا بطاقة صفراء.
إلى جيورجي مرة أخرى. جيورجي البطاقة الصفراء الثالثة. ثالث بطاقة صفراء في ملعب المباراة، والبطاقة الصفراء لجيورجي. بالمناسبة جيورجي لاعب وسط ما عنده إلا بطاقة صفراء وحيدة أمام ديالا. العشاق والأنصار يبتهجون ويبحثون عن أول أهداف المباراة. 2-1 البطاقات الصفراء. ركلة حرة من منتصف الملعب. عباس ياس على التنفيذ. عباس ياس على التنفيذ. عالية الكرة ملعوبة، مقطوعة الكرة من جديد. علاء وأحمد نور وتشتت من جيورجي. بالرأس مقطوعة من عباس ياس، تعود إلى الحارث. الحارث يلعب الكرة إلى الجانب إلى أحمد عبد الرحيم. أحمد يلعبها إلى سيف، لكن أقرب إلى عباس ياس اللي راجع سريع ويسيطر على الكرة. عباس وسط الملعب إلى كليتش. كليتش يلعب الكرة إلى توسيلا كيسيندا. حميد الطائي. أسامة عنبر. عباس ياس. حميد الطائي. معظم أوقات المباراة الأداء محصور وسط الملعب. كرار فالح شتت كرة طويلة، الفريقان حذران دفاعيا. كرة تعود من حميد علي، تذهب الكرة إلى تاكوارا. كليتش. توسيلا. حميد الطائي. حميد. كرة عادت إلى كليتش. كليتش يلعب الكرة إلى حميد علي من الجهة القريبة. حميد عالية الكرة وبالرأس تبعد من كرار فالح إلى رمية إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي المينا. كرار فالح وركنية لمصلحة فريق القاسم. طبعا القاسم مع الفرق الجماهيرية فاز، عادل الشرطة بهدفين، عادل الطلبة بدون أهداف، فاز على الجوية 1-0، وفاز على الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد. خسر من النجف بهدف، وعادل الميناء سلبا، وخسر من نفط ميسان 1-2. يبدو هناك تغيير. عمار داخل في طريقة للدخول. لاعب نادي الميناء، لاعب نادي القاسم، خامس ركنية في ملعب المباراة. حميد الطائي عالية الكرة، تبعد من دفاعات فريق القاسم. عادت الكرة إلى كليت. كليت يسدد برا الملعب إلى ركلة مرمى لنادي القاسم. برا الملعب إلى ركلة مرمى لنادي القاسم. كرة طايشة من كليتش روبن إلى ركلة مرمى لمصلحة القاسم. خروج جيورجي ودخول عمار داخل. عمار داخل لعب لنفط الوسط وسبق اللعب للقاسم. هذا التغيير الثالث في تشكيلة نادي القاسم. لاعب ارتكاز بدلا من لاعب. حيدر عبد الرحيم. كليتش. توسيلا كيسيندا. ترتد كرار، تعود مرة أخرى لحيدر عبد الرحيم. حيدر يلعب الكرة طويلة، ترتد الكرة من عباس ياز. أسامة عنبر. أسامة مر الكرة لكليتش. كليتش. الميناء أفضل، أكثر استحواذ الآن، لكن استحواذ بلا فائدة، بلا خطورة. عادت الكرة. حميد وطالت الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة القاسم. حميد الطائي أمامنا بالصورة. رمية جانبية. مجتبى محسن على التنفيذ. كرة مقطوعة من جديد. حميد علي. حميد. حيدر. أسامة. كليتش. حيدر سالم.
الكرة مرت إلى الجانب، تمر عباس ياس قصيرة ترتد من كرار فالح. الحاتم اللي انتقل للجهة البعيدة، هناك دفع ركلة حرة لمصلحة القاسم. عادت الكرة محمد خالد الحارث، محمد من جديد، محمد خالد يحاول يلعب الكرة، طالت على سيف مقطوعة إلى كليتش، كليتش يلعب الكرة قصيرة وترتد من مجتبى، مجتبى صالح يحاول، مجتبى تعود الكرة إلى عمار داخل، عمار مقطوعة من أمام عمار إلى توسيلا، توسيلا إلى حميد الطائي ومقطوعة من مجتبى إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء، رمية جانبية للميناء. عباس ياز، كليتش، تكوارا، كليتش، عباس، أسامة، توسيلا ومقطوعة من أمام حميد الحارث، حارث يحاول، محمد خالد مقطوع الكرة، حميد علي، حميد وخطأ وركلة حرة لمصلحة الميناء. بالسلامة لحميد علي. كرة مشتركة مع أحمد نور، أحمد نور لاعب ارتكاز اليوم، زجبيكا لاعب لاعب قلب دفاع، زجبيكا لاعب ارتكاز بخروج إليسو. أجرى تغييرين مطلع شوط المباراة الثاني بخروج محمد الباقر وإليسو ودخول كرار علي وأحمد نور. عباس ياس عالية الكرة بالرأس مقطوع من حسين محسن، الحارث محمد خالد سريع على الحارث، الحارث سريع حاول يمر يتعدى لاعب، يا سلام، ويلعبها عرضية وبقبضة ايده عبد سليم. أسامة عنبر، أسامة، علاء، كليتش، أسامة من جديد، حميد الطائي، حميد، علاء عبد الزهرة، طويل الكرة وأندري بعيد في وضع تسلل، لكن مرت الكرة إلى حارس المرمى علي خالد. نلعب بدقيقة 70 من عمر المواجهة، 21 دقيقة تفصلنا على النهاية، والتعادل السلبي ما زال يلقي بظلاله على أجواء هذا اللقاء الذي يجمع الميناء بضيف القاسم. أذكر بعد هذه المباراة ستكون مباراتان عند السابعة دهوك مع ظفار في إطار مباريات بطولة الأندية الخليجية، هي مباراة تحصيل حاصل لدهوك الذي سيلاقي في النصف نهائي الاتفاق السعودي، وستكون مباراة ضمن الجولة 21 بين الطلبة وزاخو. كرة عادة كليتش، الصناطي، تكوارا، حميد علي، حميد، مهند عبد الرحيم في طريقة للدخول، عبد سليم بالرأس، طالت الكرة للصناطي، كرار، خطأ، دفع، ركلة حرة لمصلحة القاسم. فريق القاسم سجل في 12 مباراة وعجز عن التسجيل في 8، وشباكه بقيت نظيفة في 10 مباريات، بينما الميناء على الطرف الآخر سجل في 13 مباراة ولم يسجل في 7، وشباكه نظيفة بقت في 6 مباريات. هذه الإعادة، الكرة اللي لعبها بقبضة إيده الحارس. عموما شوف حكم اللقاء يخرج علاء ويدخل مهند، والشارة لمهند وتغيير في تشكيلة الميناء. كرار عالية الكرة،
أسامة عنبر أيضا يترك الملعب. كرة مقطوعة. حميد أمير أحمد يدخل أيضا. أمير أحمد بالرقم 25 يدخل، لاعب النفط السابق. تغييران للميناء. كرة إلى كيسيندا وركلة حرة لمصلحة الميناء. بطاقة صفراء لكرار علي. كرار علي بطاقة صفراء رابعة في ملعب المباراة. كرار علي هذه البطاقة الرابعة إلى هذا الموسم بعد نفط البصرة ونوروز والزوراء. البطاقة الرابعة لهذا اللاعب كرار علي. حيدر سالم أمامنا بالصورة. ركلة حرة لمصلحة نادي الميناء. عباس ياس على التنفيذ. تغييرين لفريق نادي الميناء بخروج علاء عبد الزهرة وأسامة عنبر ودخول أمير أحمد ومهند عبد الرحيم. شوف بالإعادة الكرة لعلي خالد. كرة ملعوبة لعباس ياس صافرة من حكم اللقاء. خطأ لمصلحة نادي القاسم. مباراة بكل دقائق لم ترتقي إلى المستوى الوسط. قلت الهجمات، ضاعت الأهداف، غابت الجمل التكتيكية، غاب اللعب الجماعي عن هذه المواجهة. مجتبى محسن على التنفيذ. بالرأس مقطوعة. كرار علي إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الميناء. أقصى هزيمة تلقاها الميناء أمام نوروز 1-5 في بطولة الكأس. فاز على الكوفة 2-0 وتغلب على ديالى 3-2. بينما القاسم في بطولة أو أفضل فوز حققها 4-0 على أربيل، والهزيمة الأقصى 6-2 من زاخو. نادي القاسم مر بظرف صعب من الجولة السادسة حتى الجولة 12. 6 مباريات، خسر 3 وتعادل في 3 ولم يسجل أي هدف، وهي الفترة الأصعب اللي مر بها الفريق. مع الفرق الشمالية 4-0 على أربيل، خسر 0-2 من دهوك وفاز 2-1 إيابا، خسر 2-6 من زاخو وتعادل نوروز 1-1. حميد علي عالية الكرة، خروج حاسم من علي خالد يمسك من خلاله الكرة. 75 دقيقة من عمر المباراة. لاعب من لاعبي القاسم يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة على ما أعتقد كرار فالح. أي فعلا كرار فالح موسى، نجل عضو الاتحاد السابق وعضو الهيئة الإدارية لنادي الصناعة فالح موسى. شوف كان اكو دفع من تاكوارا لكرار فالح. عموما الكرة مرت بالسلامة لكرار. ربع ساعة تفصلنا، 15 دقيقة تفصلنا على النهاية. العشاق والأنصار يتابعون يؤازرون وللفوز ينشدون. هذا هو المدرب أحمد رحيم مع ناصر طلاع، والمدرب القادم هو حسام السيد، وهذا السوري أيضا أيمن الحكيم في واحد من أفضل المواسم لنادي القاسم. طبعا نادي القاسم 6 مواسم 2019 2020 أول مواسمه، اعتذر مع
5 أندية من المشاركة، عانى من الهبوط المواسم الماضية ولعب البلاي اوت الموسم الماضي. مع نفط البصرة خسر وفاز على البيشمركة، خسر 1-2 من نفط البصرة وفاز على البيشمركة 2-1. الموسم الماضي بالمرحلة الأولى كان بالمركز ما قبل الأخير، وبالمرحلة الثانية كان أفضل بالمركز التاسع، وبالمحصلة النهائية أصبح بالمركز السابع عشر. كرار خارج الملعب يتلقى العلاج، بينما الميناء كان الموسم الماضي بالمرحلة الأولى بالمركز 13، بالمرحلة الثانية بالمركز 14، ثم حل بالمركز الثاني عشر بشباب اللاعبين تحت قيادة الشاطر حسن. كرة ارتدت، تعود من جديد. أمير أحمد يلعب الكرة، مجتبى، عمار داخل، حيدر عبد الرحيم، تبادل مراكز ما بين حيدر وبين الحارث. تاكوارا، كليتش، سناطي، كليتش مرة أخرى، أندري سناطي، توسيلا، حميد، مهند. صعبة ومرة أخرى مهند، برافو بحركة لعب جميلة. هيا كرة تعود إلى كليتش إلى أندري السناطي، أندري إلى توسيلا، مرة أخرى إلى أندري. صعبت على فريق الميناء، عادت إلى توسيلا يحاول، وهناك خطأ لمصلحة الميناء. أنت عليك أن تصل لمرمى المنافس بأقل عدد من اللمسات وبأسرع ما يمكن. خطأ ضد كرار، وعليه أن يحذر كرار عند بطاقة صفراء بالدقيقة 72. عليه أن يحذر كرار. ركلة حرة لمصلحة الميناء. أندري السناطي على التنفيذ، أندري عالية بالرأس تبعد من كرار، تعود إلى الحارث، تذهب إلى محمد خالد، بطاقة صفراء مستحقة لعباس ياس. وبطاقة صفراء مستحقة هي الخامسة في ملعب المباراة بالدقيقة 80 من عمر اللقاء. عباس ياس والبطاقة الصفراء. طبعا عباس ياس سيغيب عن المواجهة القادمة أمام فريق نادي زاخو بسبب تراكم البطاقات، هذه البطاقة الخامسة إله، وسيغيب عن المواجهة القادمة أمام زاخو. عباس ياس والبطاقة الصفراء الخامسة في ملعب المباراة والخامسة إلى شخصيا، وراح يغيب عن المباراة القادمة. 10 دقائق تفصلنا على النهاية. ركلة حرة الآن، حسين محسن تلعب الكرة، تسلل لمصلحة الميناء، ركلة حرة غير مباشرة للميناء. عباس ياس تسلل واضح على فريق القاسم. 1 مقابل 3، 4 حالات تسلل في ملعب المباراة. شوف واضحين، يعني الفريقين متحفظين دفاعيا، يخشى كل منهم الهزيمة. كرة بالراس، كرار، حيدر سالم، كليتش وسط الملعب، كليتش يحاول، قصيرة مقطوعة من كرار. علي إلى رمية جانبية لمصلحة الميناء. كرار علي اللي دخل بدلا من محمد الباقر. حميد، كرار يشتتها.
سيف رشيد مرة أخرى. سيف. عمار داخل. مجتبى محسن. الحارث. مجتبى اللي مندفع للأمام. الحارث. إلمن ضاعت. كليتش سيطر على الكرة. أمير أحمد. حميد الطائي. حميد. كليتش. تاكايارا. تاكاوارا يلعبها. تاكاوارا من جديد. كليتش. تاكاوارا. طويل الكرة. بالرأس. حيدر عبد الرحيم. ترتد. كليتش. حميد الطائي. وإلى ركلة حرة لمصلحة الميناء. ركلة حرة لمصلحة الميناء. عباس ياس على التنفيذ. عالية الكرة وسهلة رأسية من مهند إلى حارس المرمى علي خالد. 7 دقائق بالتمام تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة بأكملها، والتعادل السلبي ما زال قائم. إذا نتحدث عن التعادل السلبي، عندنا تعادل سلبي 1 في هذه الجولة، وعلى مستوى هذا الموسم التعادل السلبي رقم 29 وهذا رقم 30 إذا ما استمرت التعادل. كريم أبو بكر راح يدخل بدلا من حيدر عبد الرحيم. اللاعب الغاني كريم أبو بكر. باقي تغيير 1 للقاسم و3 تغييرات للمينا. يخرج حيدر عبد الرحيم ويدخل كريم أبو بكر. تغيير هجومي. كرار علي. برأس مقطوعة. كليتش. مهند عبد الرحيم. والحكم يشير إلى خطأ لمصلحة القاسم. خطأ لمصلحة نادي القاسم. عمار داخل يلعب كرة طويلة. الحارث. وإلى رمية جانبية لمصلحة المينا. حميد علي. أندري. عادت الكرة. يوهان عيتها. عبد سليم. طويلة الكرة. بالرأس. صناط يحاول. كرة عادت. تلعب من جديد طويلة. كرار. تسديدة طويلة إلى حارس المرمى. كرة عادت. عباس ياس. حميد. أمير. كليتش. الصناطي. كليتش مرة أخرى.
حميد المندفع إلى الأمام، حميد يحاول، كرار، أحمد نور، وحسين محسن يشتت الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة الميناء. تغيير للميناء، يدخل سجاد علاء، شوفوا اللاعب اللي ترك الملعب، سجاد علاء يدخل ويخرج أندريا الصناط. ركنية لمصلحة الميناء، ثالث تغيير للميناء، باقي تغييرين. ركنية الآن عباس ياس على التنفيذ، أو لا توسيلا كيسندا، 3 ب3 ركنيات الآن، وبالرأس من مهند إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة القاس. احتسب الحكم ركنية جديدة لفريق، ركنية ثانية لفريق الميناء، 7 ركنية والرابعة للميناء. توسيلا بالرأس، وركلة مرمى احتسبها حكم اللقاء لمصلحة القاس. دقيقتان فقط تفصلنا على نهاية الوقت الرسمي للمباراة، والتعادل السلبي ما زال قائم ما بين القاسم ومضيف الميناء. الحارث، كليتش، محمد خالد، أحمد نور، كريم، وإلى حارس المرمى عبد سليم. إذا استمرت النتيجة على حالها سيكون التعادل السادس للميناء والتعادل الثامن للقاسم. قاسم لم يخسر إلا 5 مباريات هذا الموسم، بينما الميناء خسر 10 مباريات. مجتبى، عادت، الحارث، كرة طويلة، كريم أبو بكر، مرت إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة الميناء، عباس، حميد الطائي، أمير أحمد، طويلة الكرة، علي خالد، طالت على سجاد علاء، علي خالد، آخر دقيقة من الوقت الرسمي للمباراة، باقي الوقت المحتسب بدل ضايع ممكن يكون 4، يضيف حكم اللقاء أكثر، 4، ما أعتقد أقل من 4. بالرأس الحارث حاول يمر، وكرة مقطوعة إلى رمية جانبية لمصلحة الميناء. راح ينذر للحارث، راح ينذر الحارث بسبب احتجاجه. بطاقة للحارث بالدقيقة 90. أول بطاقة للحارث، كرة سريعة وخطأ لمصلحة نادي الميناء. تسعين دقيقة انتهت، نلعب بالوقت المحتسب بدل ضايع بالدقيقة الأولى، وننتظر مخرج المباراة يضع الوقت المحتسب بدل ضايع. راح ندخل الدقيقة الثانية. حارث، أمير، 6 دقائق مثل ما توقعت، لا يقل عن 4 وفعلا 6.
حميد الطائي طالت عليه الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة القاسم. طويلة الكرة، محمد كريم بوبكار طالت الكرة، عبد سليم. نلعب بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. عباس ياس، حسين محسن يبعدها، الحارث يستقبلها، الحارث محمد، والحارث يتعرض إلى عرقله. ركلة حرة لمصلحة القاسم. أول بطاقة يتلقاها هذا اللاعب هذا الموسم. ركلة حرة لمصلحة القاسم. أحمد رحيم، عالية الكرة بالرأس مقطوعة. عمار أو كرار فالح، مرت الكرة إلى خارج ملعب لا رمية جانبية. حميد علي، جيرالد يلعب الكرة بالرأس من مجتبى محسن. عباس ياس، دقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضايع. طويلة الكرة ملعوبة، عمار داخل، كريم، عمار، مجتبى صالح يلعب كرة طويلة. حيدر سالم بالرأس، أمير أحمد إلى خارج ملعب لا رمية جانبية لمصلحة نادي القاسم. كرة ملعوبة من جديد، مقطوعة بالمنتصف. حسين محسن، عمار داخل، طويلة الكرة، سيف، وحكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ. ركلة حرة لمصلحة الميناء. منتظر عبد السادة راح يدخل، تغيير دفاعي للخروج بنقطة المباراة وخروج الحارث. خروج الحارث ودخول منتظر عبد السادة، اللاعب اللي لعب لعرار السعودي، لعب لزاخو، للصناعة، للميناء، للكهرباء. سبق أن لعب للميناء 21-22 وللكهرباء ولا للصناعات ولا للحدود. منتظر عبد السادة يدخل كمدافع في الوقت القاتل. آخر دقيقة من وقت المحتسب بدل ضايع. حميد، كليتش، حميد علي، عالية الكرة، بهذه النتيجة القاسم سيبقى بمركزه السابع، يعود لمركز السابع ب32 نقطة ويتراجع أربيل إلى المركز الثامن، والميناء سيبقى بمركزه السابع عشر، أو سيقفز على حساب نفط البصرة باعتباره فاز على نفط البصرة إلى المركز السادس عشر. كرة من جديد
انتهت ال6 دقائق. طويلة الكرة، وعلي خالد أقرب للكرة يتمكن منها. شوف هناك شيء حكم المباراة. بالسلامة لعلي خالد. إذن الميناء يقفز إلى المركز ال16 بدلا من نفط البصرة ب21 نقطة، والقاسم يعود لمركز السابع ب32 نقطة. هنا الحكم، هل هناك شيء؟ هل هناك بنالتي؟ هل هناك ضرب للحارس؟ نشوف قرار الحكم في اللحظات الأخيرة. تعدينا الوقت المحتسب بدل ضايع بدقيقة. نهض علي خالد، شوف بالإعادة كرار ومهند. حكم اللقاء يمنح ركلة حرة لفريق القاسم. حسين محسن على التنفيذ. ننتظر صافرة الحكم الدولي محمد طارق لتعلن نهاية أحداث هذه المواجهة. كريم بوبكار، سيف، عباس ياس. خطأ لمصلحة القاسم. نهض مجتبى محسن. كرة لا كرار علي. خطأ لمصلحة، وصافرة حكم اللقاء الدولي محمد طارق أحمد تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بين القاسم والميناء بتعادل سلبي ما بين الفريقين. التعادل السادس للميناء والتعادل الثامن للقاسم. القاسم يعود لمركز السابع ب32 نقطة، والميناء يعود للمركز ال16 ب21 نقطة. حظ أوفر للفريقين. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.